السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة يا رب دايما. احنا النهاردة هنعمل حاجة هي مقربة للبغاشة شوية. هي كوبايتين دقيق، هنحط عليهم 3 معالق من السكر ونص معلقة من بيكنج باودر ورشة ملح. دول هنحطهم كلهم على بعض وهنقلب المكونات. وبعد كده هنحط عليهم اللهم صل على سيدنا النبي، هنحط عليهم معلقتين من 3 معالق من الزيت. وبعد كده هنقلبهم كلهم مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم بالمية طبعا لحد ما العجينة تتلم معانا وهتبقى زي الفل. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وما تنسونيش اللايكات علشان يوصل لكم مني كل جديد، واللي انتوا يا رب اكون بس اعجبكم، وكل حاجة بنزلها يا رب تنول اعجابكم. فاحنا دلوقتي هنحط بقى المية وهنلم العجينة ونسيبها ترتاح. طبعا زي ما انا معودتكم احنا هنعمل كل حاجة على قد ايدينا، بمناسبة ان الحاجة غالية نار. اللبن بقى بالشيء الفلاني دلوقتي والحاجة بقت نار، فاي حاجة. احنا النهاردة وانا قاعدة لقيت زوجي بيقول لي عايزين ناكل حاجة حلوة مسكرة واحنا قاعدين. قلت له خلاص عاوز ايه؟ فراح قال لي ايه، اعملي لنا الحاجه المسكره اللي انت بتعمليها. هما ما حدش هيعرف اسمها، انا نفسي انا ما عرفتهاش ولا كنت اعرفها غير مره ما كانش عندي حاجه وكانوا عيالي طالبيني ان انا عايزين حاجه حلوه. فقلت ايه، انا كده اتطورت كمان فيها. انا كنت بحط معلقه سكر وكنت بحط رشه الملح، والله العظيم كانت بتبقى زي الفل. انا دلوقتي حطيت لكم نص معلقه بيكنج باودر كان عندي وحطيت، فاللي مش عنده برضك مش شرط. وهتعجنيها كويس جدا وهتحطي حبة طبعا بعد ما هترتاحي هيت، وهتروحي حطوها اللهم صل على سيدنا النبي. انت بترشي بقى حبة نشا على الرخامة او دقيق. عايزه نشا، عايزه دقيق اللي انت عايزاه. والنشا بتدي قرمشه شويه لما بتحط في الزيت، وبتبقى طعمها حلو جدا، ولا انها ناشفه ولا انها طريه، هي ما بين البنين وبتبقى زي الفل. طبعا هتفرديها وهتعجنيها كويس جدا الاول، وبعد كده افرديها والتقطعات اللي انت عايزاها. طبعا انا ما عنديش التقطعات بتاعه العجينه، فطبعا ايه ورحت حطاها، جبت القطاعه بتاعه البيتزا دي وقطعت بيها وبرضك نفعت. اي ما عندكوش ديت، ما عندكوش اي حاجه بالسكينه برضك هتنفع تعملي اي شكل. انا بس استسهلت الشكل اللي قدامكم دلوقتي اللي هيبان، استسهلته على طول. قلت ايه علشان الساعه كام دلوقتي؟ انا مصوره لكم الفيديو والله الساعه 1 بالليل. فطبعا احنا قاعدين سهرانين انا وزوجي وكده، فقلنا ايه هو قال لي بقى قومي اعملي لنا حاجه حلوه وكده، فرحت قايمه وايه وعملتها. ودي اسهل حاجه وما بتاخدش 10 دقايق بس راحه انك تريحيها 10 دقايق، وهتعجبكم جدا والله. هي جت معايا كده كان في يوم ما كانش عندي حاجه خالص وعيالي لما طلبوا، فقلت ايه ما عنديش، كنت عاملاها كمان بكوبايه دقيق والله. فالكميه اللي قدامكم دي هتعمل لكم كميه محترمه جدا وبكوبايتين دقيق، وانتوا لوحدكم هتعشقوها اصلا. فهي جميلة جدا، واصلا انت طول ما انت عاملاها في البيت وحاجة اي بصي باقل التكاليف والله بتبقى حلوة. واصلا العجين اصلا في البيت ده رزق. وسبحان الله انا اليوم اللي انا ما بعملش فيه اي معجنات بصراحة بحس ان اليوم مقفول شوية، بس الحمد لله. ديت اهيت بعد ما حطيتها في الزيت وبتنفش، على فكرة هي بتنفش معاكو، هتكبر معاكو هتنفش، وهو ده المطلوب بقى. ده هطلعه، معلش النور قطع ساعتها فمعرفتش اصور، بس قلت ليه لا لازم اصور لكم للنهاية. فدلوقتي اهيت طلعتها بقى من الزيت. على فكرة هي ما بتشربش زيت، بس انا بحطها بس ايه زياده، بس ايه حطيت منديل كده، منديل المطبخ حطيته. بصوا المنديل حتى وانا بنزل الحاجه لقيت النار مسكت في المنديل، وحمدت ربنا الحمد لله اللي ما حصلش حاجه. فهي بصي عملت ازاي، جميله جدا جدا وطريه جدا. على فكره هي جميله جدا وطريه حلوه وهتعجبكم جدا. وكل الكميه اللي انتوا شايفينها ديت عملتها من كوبايتين دقيق والله، دول كوبايتين دقيق بس، وعملوا لك احلى كميه. دلوقتي بقى هتعملي زي حالتنا
ان دلوقتي ما عنديش اي صوصات، عندك اي صوصات، صوص مثلا فراولة، صوص اللهم صل على سيدنا النبي، صوص بالشوكولاتة، ما عندكيش طبعا عندك شوية عسل، واي بيت مصري عنده العسل الاسود، فانا بحط عليه من فوق الوش عسل اسود، والله العظيم طعمه تحفة، اي حاجة بتقضي الغرض. والحاجة ديت والله هتعجبكم جدا جدا، وممكن نسميها البغاشة لانها هي قريبة من البغاشة شوية، بس هي جميلة جدا والله. وبتمنى يا رب تعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبإذن الله انا زي ما عودتكم هعمل لكم حاجات على قد ايدينا بإذن الله يا رب. والله الكمية ديت كوبايتين دقيق بس، وهتعجبكم. ويا رب بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد، وبإذنك يا رب كل حاجة حلوة.